السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد الشاب من دوار صغير في النواحي ديال خريبكا، من عائلة فقيرة بزاف. الأب ديالو ما عندوش شي خدمة مستقرة. كل مرة فاش كيخدم، مرة يخدم في الفلاحة إلا كان وقت الفلاحة كيخدم، إلا ما كانش كل مرة فاش تيخدم في البني. كاين شي نهار اللي كيجلس شحال من يوم ما تيخدمش. الأم ديالو جالسة في الدار، مقابلة وليداتها، وهو الكبير فيهم، وكان حاس بالمسؤولية فوق كتافو. من صغرو كان عارف باللي إلا ما قراش وبقى بحال باه غادي يبغي يخدم ديما خدمة اليوم بيومو. فقرر يركز على قرايته، رغم أن الفقر وما عندوش اللبس، ما عنده لا صباط مزيان لا سروال مزيان لا مصروف القهوة، ولكن كان فيه طموح وشغف. دوز الباك بميزة مزيانة ودخل الجامعة وخرج بلا ليسونس في الماط، وزاد حتى خدا الماستر. بما أنه هو كان نابغة في الرياضيات، شدوه في واحد المنحة باش يكمل قراية في فرنسا في ميدان الفوسفات. وهذا الشيء بطبيعة الحال كان طموح كبير، يخدم في الشركة الشريفة الفوسفات في بلادو. سافر لفرنسا، ولكن ما كان ساهل. الغربة والفقر والوحدة كتضغط عليه، ووسط هاد الظروف تعرف على واحد السيدة فرنسية كبيرة عليه شوية في العمر، ولكن قلبها كبير. عاوناتو في اللبس، بالمصاريف، بالسكن وبالحب. شدات فيه وشد فيها، وولات كتقول ليه غادي تولي راجلي. وهو وافق لأنه حس بالأمان معاها، وعمرت ليه الفراغ، وشاف فيها الملاك اللي نزل ينقذو. دوز معاها سنين حتى تخرج مهندس، ولقات ليه خدمة رسمية في فرنسا. ولكن قلبه كان باقي معلق بالمغرب، كيتمنى يرجع ويخدم في بلادو. وخا عايش مزيان تما، رجع للمغرب، مشى لعند الشركة الفوسفات وعرض عليهم الشواهد ديالو، وقبلوه مهندس، وعطوه فيلا في السكن ديال المهندسين، وطلبوا منه يخدم مؤقتا في العيون في الجنوب. جا هو ومراتو الفرنسية وسكنوا في قريبكا، ولكن مع الخدمة بدا كيتنقل بزاف، والفرنسية بقات في الدار، وهو بقى مدة طويلة في العيون. وهنا وقعت واحد الطامة. تعرف مع واحد البنت من العيون، هي صغيرة وزوينة وعندها طاقة وشباب، دار معاها علاقة وبدا كيتعلق بها أكثر من الفرنسية. بدا كيرفض يرجع لخريبكا وبغى يبقى في العيون. الفرنسية شكات وبدات كتراقب التصرفات ديالو. قالت ليه خاصك ترجع لخريبكا وتخدم هنا في خريبكا. ولكن هو قال لها انا غادي نقول لك الصراحه، وما كاين ما نخبي عليك. انا باغي نتزوج بواحد البنت وباغي ندير معاها وليدات، انت مرا كبيره وما يمكنش تولدي. الفرنسيه تصدمات، قالت لي كيفاش تتزوج؟ ما نقبلش منك هاد الهضره هادي، ما تقولش لي نتزوج. قال لها راه غنتزوج غير على الولاد، اما انت راه ما غنتفارقش معاك. انا مولفك وتنبغيك، وما يمكنش شي وحده تعمر بلاصتك. ولكن هاد الهضره اللي قال لها غير باش ياكل لها مخها وتخليه يتزوج. اما الاخرى ولات يموت عليها، ولات يموت على الاخرى اللي في العيون. المهم الفرنسيه مع الوقت اقتنعت وقالت ليه صافي، واخا بغيتي يكونوا عندك وليدات صافي، الا بغيتي تتزوج بها تزوج، وانا غادي نبقى معاك حتى النهار الاخر في حياتي، لحقاش ولفتك وتنبغيك وما نقدرش نعيش بلا بيك، وما نقدرش نرجع لفرنسا نعيش بلا بيك. وقالت ليه هاد الفيلا اللي ساكنين فيها حنا ديال الشركه، راه نهار غتقاعد غادي تخرج منها، خاصنا نبنيو الدار ديالنا، وغادي نبنيوها في شي مدينه يكون فيها البحر. بدات تتبني في واحد الفيلا في مدينه فيها البحر، وهو كيعاونها، وباش تزيد تبتو قبلات تعيش مع الضره. ولكن البنت اللي من العيون ما قبلاتش، قالت ليه انا ما نعيش مع الضره، اما انا بوحدي ولا سير تكمل حياتك معاها. وهو تزرب وتقلق، بدا يضغط عليه الوقت والمشاعر، لانه ولا تيبغيها بزاف وصافي، يعني ولا بغى يعيش معاها وبغى يتفارق مع الفرنسيه باي وجه كان، بغى يتفارق مع الفرنسيه. جا قال الفرنسيه صافي هذيك خيتي راه ما بغاتش الضره، صافي انا ما بقيتش غنتزوج بها. وبدا كيفكر فكره
شيطانية. قال اش غادي ندير؟ جا قال الفرنسية صافي هذيك خيتي راه ما بغاتش تضرها، ما بغاتكش تكوني ضرتها، هي ما بغاش تضرها، صافي انا ما بقيتش غنتزوج بها، هذيك انانيه، انانيه، ولاحظت بان انت امراه مزيانه وحنينه وكتبغي الخير الناس، اما هي باغا غير مصلحتها، وانا ما عندي ما ندير بها لا هي ولا غيرها، صافي نبقى معاك غير انت، وحتى الولاد ما عندي ما ندير بهم، انا مرتاح معاك انت وبخير. ولكن هاد الهضره اللي قال ليها غير كيتبتها بها، اما هو كيموت على الاخرى اللي في العيون. قال ليها انا غادي نرجع من العيون ونخدم في خريبكه. قالت ليه واخا، والسيده تاقت فيه. قال ليها انا غنمشي للخدمه نرتب الاوراق ديالي باش نرجع للخريبكه. ملي رجع للعيون قال الاخرى، البنت الاخرى اللي معاه، راه خصني نمشي ندير شي سبه باش نوضها معاها، نوض معاها الصداع ونقرب لها معاها ونصيفطها بحالها ونتهناو منها نهائيا. جا الخريبكه ورجع قال لها صافي تهنيت منها، راه تخاصمنا ومشات بحالها بمره. رجع مع البنت الخريبكه، دخلت للدار لقات الدار خاويه. قال لي ها هي مشات، بغيتي نتاكدوا نمشيو للمطار. هي تيقاتو، ولكن الواقع كان مر. الفرنسيه ما وصلتش لفرنسا، عائلتها ما بقاتش كتلقاه في التليفون، بداو تيتصلوا به، قال لهم سافرات، ولكن دار البوليس في المغرب بلغ عبر الانتربول وتبين بان السيده ما وصلتش لباريس. دخلت الفرقه الوطنيه في الموضوع وبدات كتقلب من المطار حتى للدار، لقاو فراشها باقي في دارها وحوايجها مستفين، ما كاين لا دليل انها سافرات ولا والو، وان يعني ما مشات لا في الطياره لا حتى شي حاجه. بدات الشكوك كتكثر، خاصة أن داك السيد ديما معاه واحد الصاك صغير تيعلقو في كتافو، بحال هادوك اللي تيستعملوه المسافرين اللي تيكونوا غاديين للخارج ولا جايين من الخارج، وديما حاضي معاه ومشطون معاه. هنا البوليس شدوه في واحد اللحظة وحلوا الصاك، لقاو فيه الباسبور ديالو، عقد الزواج وبطاقة ديال الطيارة ديالها اللي المفروض مشات بها. كيفاش الا كانت سافرات، علاش البني ديالها باقا معاه؟ وهو من قبل كان تيقول لهم اودي انا راه انا اللي ديت المراه ديالي للمطار وهي اللي دفعت الباكاج ديالها ومشات ركبات وراه مشات لباريس. هادشي اللي كان تيقول لهم ما يمكنش، انا مرتي راه مشات لباريس، ما يمكنش تكون ما مشاتش. وهما كانوا تيقولوا لي كيفاش هاد المراه هادي دفعت الباكاج ديالها وهما بحثوا بالله الباكاج ديالها مدفوع، وكيفاش هاد المراه ما ركبتش في الطياره، هي راه ما ركبتش في الطياره، ما كاينش الاسم ديالها في اللائحه مع دوك الناس اللي ركبوا في داك التاريخ اللي عطاهم هو، ما كاينش التاريخ ديالها، ما كاينش الاسم ديالها نهائيا. كيفاش هاد المراه هادي فين غتكون ركبات؟ اش من طياره ركبات فيها؟ هما بحثوا ما لقاوهاش ركبات نهائيا. شافوا كاميرات المطار، لقاو باللي هو اللي دفع الباكاج بوحدو، ماشي هي ما كانتش معاه هاد السيده هادي. وقطعوا واحد الطرف من البيي تيدفعوه مع الباكاج، صافي ومشى في حالاته. هو قالوا ليه دابا شنو هاد الشيء هذا، يعني دابا هو قول لينا دابا نتايا، عاود لينا اشنو درتي واشنو طرا، عاود لينا اشنو درتي بالضبط. المهم شدوه بداو تيحقوا معاه، قال لهم في الاخر، قال لهم قتلتها بكل بساطه قالها. واحد النهار مشى في الليل، دخل للدار عندها، كانت ناعسه، دخل عليها بواحد الجلويه، شد المراه وقتلها بطريقه وحشيه، قطع عليها الراس واليدين وفرق الجثه. الراس واليدين رماهم في واحد الجرف، والجثه داها وحرقها في الخلا، كب عليها ليسانس وحرقها. البوليس شدوه ومشى بيهم للمكان، ولقاو كل شيء، اليدين والراس مكولي من طرف الحشرات والحيوانات، وتحكم عليه بالمؤبد، وقصته ولات عبره لكل واحد خان العشره وغدر باللي وقف معاه في ظروف صعبه. وكنتمنى تكون هاد القصه هذه فيها الاستفاده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.